ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ احلى كيكه دي ولا ايه؟ احلى كيكه بجد بجد، شكلها يتكلم عنها وعن طعامتها مش قادره اوصف لكم مدى جمالها عامل ازاي. شكل وطعم وريحه. طعمها حلو جدا جدا، هتعجبكم ان شاء الله، واتمنى ان انتوا تجربوها. ويلا بينا بقى ندخل على المقادير وعلى الخطوات. السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ معايا دي مكونات الكيكه. معايا هنا كوبايتين دقيق منخولين، دول منخولين 3 مرات. ومعايا دي نص كوباية كاكاو. ومعايا هاخد معلقة بس، 3/4 معلقة كبيرة من البيكنج باودر ده، ومعلقة ورشة ملح صغيرة خالص، وكيس فانيليا، ومعلقة خل صغيرة، ونص كوباية زيت، وكوباية سكر كبيرة، وكوباية الا ربع لبن، وبيضتين. نبدأ بقى كده بالمكونات اللي هتتحط في الخلاط. انا هحط اللبن، واحط المكونات دلوقتي في الخلاط اهي. اللبن والبيض حطيت اللبن والبيض اهو، والسكر والزيت، ده نص كوباية زيت، ومعلقة الخل، معلقة صغيرة خل، ده بيديلها طراوة كده وبيخليها بيضة وحلوة، وكيس فانيليا، كيس واحد بس، لان كيس واحد بس مش كتير على كوبايتين. هضرب المكونات دي مع بعض كده يا بنات في الخلاط، وهرجع لكم تاني. وبعد ما ضربت المكونات في الخلاط اهي يا بنات، ضربت كل المكونات مع بعضها. بيضتين، كوبايه الا ربع لبن، نص كوبايه زيت، كوبايه سكر مليانه، معلقه خل، كيس فانيليا. دلوقتي بقى هحط نص كوبايه الكاكاو دي هنا كده اهي، وهنخلها برضو مع الدقيق، وهحط معاها، هوريكم قد ايه. عشان ما تبقاش كتير البيكنج باودر الزيادة، لما بيكون زيادة بينشف الكيكة وما بيخليهاش طرية. معلقة بس كده كفاية، يعني معلقة وشوية اهي، معلقة صغيرة يعني 3/4 معلقة كبيرة كفاية اوي. لان طبعا احنا معانا البيض فهو بيرفعها برضو شوية. وهحط كمان رشة ملح، رشة ملح ايه صغنونة دي بس بتظبط الطعم، رشة ملح بس صغنونة خالص كده. بدخل المكونات دي كلها مع بعضها اهي. شايفين؟ يعني لو ما حطيتش المكونات، لو ما نخلتهاش، شوفوا بيبقى فيها حاجات كده، دي ممكن تهبط الكيكه مني وتبقى مش ملسه كده ومش حلو. هاجي بقى دلوقتي باللي معايا في الخلاط، احط شويه بشويه كده واقلبها. هفضل اقلبها كده لحد ما كل المزيج بتاعي ده يتمزج مع بعضه، وهرجع لكم تاني. وبعد ما قلبتها هي بنات كويس خالص، شايفين السمك بتاعها عامل ازاي اهي كده، حلوه جدا. مش هقلبها كتير عشان ما اخرجش الهواء منها. ده بايركس اهو، بطنته بزيت ودقيق. هنزل الخليط بتاعي ده كله مع بعضه كده اهو. هنزل كل الكمية اللي معايا دي.
اهي. وبعدين بقى هدخلها على الفرن، انا مسخناه من بدري، من اول ما بدأت اعمل الكيكة وانا مشغلة عليه على فرن درجة حرارة 180. يكون سخن ما يكونش بارد عشان الكيكة ما تهبطش معايا. هحطه نص ساعة وهحط فيها خلة السنان، لو لقيتها خلاص استوت يبقى هي كده تمام معايا. لو لسه ما استوتش احطها كمان يعني 10 دقايق كده واطلعها وابص عليها تاني، بس ما افتحش عليها الفرن قبل نص ساعة بالظبط. هحطها في الفرن كده وارجع اقول لكم شكلها بيبقى عامل ازاي. وهي بنات بعد ما طلعتها من الفرن شوفوا طرية جدا 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 وهشة خالص اهي. انا مطلعاها من الفرن بقالها يجي ربع ساعة كده، لحد ما بردت خالص. شايفين مخرمة ازاي اهي، وطرية جدا. هخرمها كده الاول، انا جربتها الاول بالخلة دي لقيتها مش فيها حاجة اهي شايفين. بخرمها الاول كده كلها بالخلة دي اهي. بعد ما خرمتها كده ده صوص انا عملته كوبايتين كاكاو من اللي انا عامله بيه الشوكولاته دي. معلقتين كبار كده عليهم نص كوبايه لبن اهو. وهبدأ بقى ان انا احطه عليها كله عشان يتشربها كده، وانا بعد ما خرمتها الفتحات ده ينزل فيها الصوص ده. هحطه عليها كده علشان تبقى طرية كمان وتبقى عليها صوص كده وهتبقى جميلة. هوريها لكم بعد ما احط عليها الصوص اهي يا بنات. حطيت عليها شوكولاتة كده بيضة وشوكولاتة بني. وده اللي هو الشوكولات شيبس اللي بيبقى في قلبه بسكوت ده. يعمل لها شكل بس كده. تنفع تورتايه تعملها في عيد ميلاد، تعملها لاولادك، تعملها في اي وقت. جميلة جدا وطرية جدا وهشة خالص اهي. الصوص اللي انا حطيته دوت مش هيبوشها ولا حاجة، هو بيخليها بس طرية يعني مش بيعمل فيها حاجة لان هو بيخليها طرية. هوريكم قلبها كده هتشوفوا قلبها عامل ازاي. هي يا بنات بعد ما قطعتها شايفين شكلها طبعا تحفة. شكلها بجد جميل جدا 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 وعالية، والصوص دخل في قلبها ومخلاها طرية خالص. جميلة اوي اوي اوي. عاملة زي قطعة الجاتو بالظبط. يعني هي شبه للجاتو شاتو شوية، بس يعني باختلاف ان انا ما شلتش الصوص على جنب، ده انا عملته بره. لان انا بتلخبط في السوائل لما اشيل نص الجاتو نص الصوص وكده ببقى متلخبطة. بس دي سهلة جدا جدا والله، وسكرها مظبوط خالص. شايفين هشة ازاي، هشة جدا اهي. اهي من قلبها طبعا شكلها يتكلم عنها، شكلها جميل وطعمها اجمل. متأكدة انها ان شاء الله هتعجبكم اهي. متأكدة انها هتعجبكم ان شاء الله، وطعمها بجد بجد تحفة. طعمها مش هي مش مسكرة قوي، انا مش مسكرة قوي علشان قلت الصوص ده هيخليها مسكرة شوية. ما كترت لهاش سكر، بس سكرها مظبوط بالشعرة وطعمها بجد جميل جميل جميل. ان شاء الله هتعجبكم، وما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد. واتمنى ان انتوا تجربوها لاولادكم لبيتكم. شوفوا هتعجبكم ولا لا وتقولوا لي رايكم. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ومع السلامة.